الله عز وجل لما أمر إبليس أن يسجد لآدم، إيش قال الله عز وجل إبليس؟ قال له: يا رب وعزتك إن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها. قال له: إذا تخليني ما أسجد لآدم أعبدك عبادة ما عبدك أحد من خلقك أبدا. إيش قال له الله عز وجل؟ قال له: قال الله جل جلاله: إني أحب أن أطاع من حيث أريد. أنا أحب أنه خلقي يطيعوني من حيث أريد، مو هم يردون، مو بكيفهم يفصلون، لا، أنا الذي أأمر وهم الذين يطيعون. زين، صار ويا إبليس فرح حزن 4 حزونات وفرح فرحتين. خلينا نشوف شنو. وقال إن إبليس رن 4 رنات، 4 رنات من الحزن الشديد. أولاهن يوم لعنه الله وطرده من رحمته إلى الأبد، الرنة الأولى. والثانية ويوم أهبط إلى الأرض، من الجنة ونعيمها ثم أهبط إلى الأرض. وحيث بعث محمد صلى الله عليه وآله أيضا رنة الحزن، لأن تعلمون أن رسول الله ما بعثه الله إلا برحمته، فهو كما قال الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الرحمة تضر إبليس وجعلته يرن رنته الثالثة. أما الرنة الرابعة: وحين أنزلت الكتاب، يعني لما أنزلت سورة الفاتحة الكتاب، أيضا رن تلك الرنة من الحزن. ليش؟ لمكانة تلك السورة العظيمة عند الله ولمن يقرأها. ونخر نخرتين، يعني فرح ذن الفرحتين. يمتى؟ حين أكل آدم من الشجرة، وحين أهبط من الجنة، لما أكل آدم ونزلوا علما إلى أرض البلاء والابتلاء. فعلينا إخواني أن نكون جميعا على قدر تلك الحرب التي شنها إبليس علينا. نسأل الله حسن العاقبة. لا تنسون والدي من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.